احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي عند سنتر اولاد اسحاق. المكان ده يعتبر محتكر او اول من دخل الماتيريال الخاصه بالهارد جل بكل انواعها في مصر. فتعالوا كده بقى ناخد جوله في المكان. الجوله دي سريعه وهنزل لكم ريلز بالتفصيل عن كل حته موجوده في المحل. تعالوا كده نشوف هو اصلا عندهم ايه. بصوا المكان هنا اصلا مش بس الهارد جل، هو اصلا ميك اب ومستحضرات تجميل. فعندهم قسم كامل للرموش، وهنا كمان هتلاقوا عندهم الصبغات، الشاور. بصوا كل ما يخص السكين كير هتلاقوه موجود هنا. كمان الكوافيرات بقى يجوا هنا والعرايس يجوا هنا، لان الحاجات دي اسعار جمله ومن اول قطعه. دلع العيد شايفين، بديكير بقى للجسم وللرجل. السكراب عندهم بكذا نوع، وهتلاقوا كمان الكريمات المرطبه. الشيتس دي مش موجوده غير هنا صح؟ الشيتس دي كوري اوريجينال. نخاع انثى الجمل غني عن التعريف، موجود هنا برضو من اول قطعه. السكراب بقى والماسكات كل دي اسعار جمله ومن اول قطعه صح؟ عايزه اقول لك 35 جنيه وحجمه مش قادره اقول لك عامل ازاي. شايفين؟ ولا اصلا القوه الفعاله بتاعته عامله ازاي. هتدلعي نفسك انت لو جيتي هنا، هتدلعي نفسك وهتبقي في البيت وانت ضامنه انت تعملي ايه. يعني هم مظبطين الدنيا. ودي سكرابات برضو صح؟ سكراب. وفي مسك الحليب دوت بصراحه في كميه ريفيوهات عنه وعن حلاوته مش طبيعيه. هجربه ده. تعالي نقول ايه تاني هنا. دي الحاجات اللي هي حاجات شعر، كريمات الشعر. ده وهم بجد بجد، وهم شكله وحجمه وريحه وكل حاجه. هو طبعا متبرشم بس يعني خلينا نشوف الحجم ده لكل انواع الشعر. بجد حلوه قوي، حتى ريحته فظيعه. ودي كل 6 دقايق وزي الفل. حلوه قوي. الوكس اهو. والشامبوهات دي شامبوهات صح؟ الشامبوهات دي ما فيهاش سلفات، ما فيهاش اي حاجه. دي كمان اصلا بيبي صح؟ ايوه. اوكي. حجمها قد ايه؟ البيبي حلو قوي. والجل وحاجه الكيرلي. ايوه ده احنا لازم نعمل سبوت على حاجه الكيرلي. عندنا استشوار بالديفيوزر بكل حاجه. يعني انتم مظبطين الدنيا كلها. شاور وشامبو وبلسم وكل حاجه. انتوا هتيجوا تظبطوا نفسكم. بص بقى الناس اللي بتبقى عامله بروتين، فالحاجات دي افتر بروتين علشان بتسالوا عنها كتير قوي ويبقوا خايفين طب استخدم الشامبو ده هينفع معايا ولا لا. فهم عندهم اصلا الركن ده خاص بالافتر بروتين. ودي انتوا بقى جايبينها مخصوص صح؟ الحاجات الهندي دي اوريجينال. الحاجات دي اوريجينال، دبي ومن امريكا ومن كل حته. ممكن نتكلم عن كريزي كولر الاول دي. بصوا الكريزي كولر دي هتطرقعي شعرك في جام في قد ايه؟ في ربع ساعه صح؟ وسعرها كام؟ قولي. 15 جنيه. 15 جنيه هتطرقعي شعرك ب 15 جنيه. ممكن نتكلم عن بايجن دي الفتره اللي فاتت كانت ناقصه. دي ايه؟ دي حنه اللي بتتعمل في الحواجب. اوكي. في ناس بتستخدمها، الكوافيرات بتستخدمها كبديل للميكرو بليدنج لو انت مش عايزه تعملي ميكرو بليدنج اصلا. فهي بصراحه حلوه قوي. تقدري تحطيها على الشعر وتقدري تحطيها على حواجبك. فظيعه. طب اهو كانت ناقصه الفتره اللي فاتت. موجوده اهي ما شاء الله بكميات ما شاء الله كل درجاتها. الصابون المغربي انا لقيت ان هو مش بس صابون مغربي وخلاص، لا لا لا، ده فيه بالفحم وفيه بالفراوله وفيه بزيت الزيتون وفيه بالمسك. وكمان القطقم علشان العرايس اللي بتبقى مش عايزه تروح بيوتي سنتر اهو. البي ان بي
بصي ماشي البي ام بي انتوا محتكرينه. ده علم الجل بتاعنا. ايوه علم الجل بقى للناس اللي هي بتشتغل في الهارد جل. مظبوط. فهم متخصصه باسعار بجد اقل سعر في السوق. كل حاجه بقى توب وبيز وكات اي وكل حاجه ممكن تخيليها، كوموفلاج، بوند، برايمر، اهو كل الاحجام. وكمان بقى الاجهزه بتاعت الهارد جل. معلش بقى عايزين نفتح الجهاز الميني ده تاني. بصوا الجهاز ده اصغر جهاز هارد جل انا شفته، ده يتحط في الشنطه كده ايه. بصوا خلاصي. وكمان دي يعني حتى دي مش هتاخد معاكي خالص، معاكي مكان خالص. انت بتحطي الراس بتاعت الشاحن اللي هي بتبقى اوريدي معاكي، واهي حطيها من هنا اهو. اصغر جهاز هارد جل هتلاقوه موجود عندكم. تحطي الراس هنا في الفيشه وزي الفل. وزي الفل. صباعك بقى وتنشفي حتى حاجه قمر. صباعهم تنشفوا. بصوا عندهم باقي الاجهزه كل الاشكال دي. تعالوا بقى نشوف. بصوا اي حاجه ليها علاقه بالضوافر هتلاقوها موجوده هنا، كله اي حاجه. صح دي حقيقه. صح. اونو بقى انت قلتي لي عندكم، هو انتوا ماشيين بمبدا ايه؟ كل نفسك قبل ما حد ياكلك من الاخر كده. بالظبط كده. لا واللي هو اسعار اقتصاديه، لو انت هتبداي ما تخافيش من اي حاجه خالص. ايوه البنات اللي عايزين يبداوا المشروع بتاع الهارد جل، المكان هنا عنده جمله زي ما قلت لكم من اول قطعه، وعندهم حاجات. انتوا شفتوا الجهاز ميني قد ايه، فبجد احنا كمان يعني لو انت حاسه ان انت عطلانه في اي حاجه، احنا بنقدر نساعدك تاخدي ايه والانسب ليكي ايه. يعني حتى احنا كمان مش هنبقى معاكي كل خطوه بخطوه. لو انت ما تقلقيش من اي حاجه، حتى لو مش عارفه اي حاجه ولسه بادئه، احنا بنكون معاكي بالحاجات اللي انت ينفع تاخديها واللي انت مش هينفع تاخديه دلوقتي وبس. المانيكير بقى انت قلتي لي ده اسمه روزيلاندا 10 و15 و7، وطبعا في شوجر وفي ليلي كيوت جليتر. يعني كل البراندات تقريبا اللي ليها علاقه. احنا كمان عندنا براندات امريكا ما حدش بينزلها غير احنا بس، زي رويال، فيناليزا دي طبعا. بصوا فيناليزا دي عجباني قوي لان الالوان بتاعتها، انا عايزه بس اوريكم الباليت بتاعتها. بصوا دي باليت موجوده ماشي. بصوا الباليت دي رهيبه، وكمان قالت لي ان اي حد ممكن يستخدمها، يعني اي حد عنده يعني ما تخافيش من لو الحساسيه. وصح وانت قلتي لي حساسيه او اكزيما او كده، مفيش اي مشكله. الالوان فيها رهيبه. بصوا اصلا الكميه ما شاء الله كبيره جدا، دي اقل كميات محطوطه على الرفوف حاليا اصلا. يعني انتوا اي كميه هتحتاجوها هتلاقوها. والاجهزه كل دي علم اجهزه غير اللي جوه، غير اللي احنا شفناها جوه طبعا. انتوا عندكم حاجات كمان ماسك القناع الضوئي دوت 7 مراحل. القناع ده حلو قوي، انا عارفاه. النانو، جهاز النانو بتاع الشعر، كل حاجه. لا هم فعلا المحل هنا زي ما قلت لكم هو متخصص في كل حاجه ليها علاقه بمستحضرات التجميل والكوافير. فوطه سخنه، فوطه ساقعه، صح كده؟ كل فوط. والمانيكير بقى علشان بس ايه مش عامله هارد جل. طب نعرف نظبط الدنيا عايزين، مفيش اي مشكله. بصوا الالوان رهيبه. انت عايزه كمان تعملي تاتو مؤقت، احنا عندنا الحبر بتاع التاتو وعندنا كمان الاسطمبه بتاعته. اوكي بصوا ده الحبر وعندكم كمان الاسطمبه. دي انواع حنه تانية غير بايجن اللي جوه. احنا يعني من كل حاجه في كل الانواع. يعني من هو زي ما قلت لكم كل نفسك قبل ما حد ياكلك. ده شعار ايه اولاد اسحاق. تعالوا وخدوا جوله، هتتبسطوا قوي وهتظبطوا نفسكم وتبسطوا نفسكم.